السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه مناسبه للحر اللي احنا فيه ده. وصفه بصراحه انا بعتبرها من النواشف، يعني ما فيهاش صلصه. الناس بقى اللي مش بتحب الطبيخ والكلام ده هتعجبهم الوصفه دي جدا. تعالوا نشوف محتوياتها. في البدايه عندي طماطم، عندي بصل، عندي فلفل الوان، وكمان بطاطسايه. طبعا الاحجام انتوا تتحكموا فيها حسب حجم الصينيه اللي انتوا هتعملوها. طبعا قطعنا كل المحتويات اللي عندي، يعني قطعت الفلفل والبطاطس وقطعت الطماطم وكمان البصلايه. وكان عندي بصراحة يعني حوالي ربع كيلو كده كفتة في التلاجة في الفريزر، طلعتها وحطيتها كده في وسط الصينية. طبعا لو ما عندكيش كفتة ممكن تبدليها بربع كيلو لحمة مفرومة، هتبقى تدي نفس الغرض وهتبقى طعمها حلوة جدا. وحطينا كل المكونات الخضار اللي عندي، البطاطس وفلفل الالوان والطماطم والبصل. وبدأت ان انا بقى ايه، يعني افتفت كده الكفتة بحيث انها تتجانس مع كل الخضار اللي موجود في الصينية عندي. وكمان جبنا بقى كوبايه من الصلصه اللي انا مسبكاها في البيت. لو ما عندكيش طبعا هاتي صلصه العلب بتاعه المحلات وحطي منها معلقتين. وحطينا عليها معلقه زعتر ومعلقه بابريكا، ملح، فلفل، كمون. وقلبنا كل المحتويات دي مع بعض. وتعالوا بقى ننزل الصلصه بتاعتنا دي على صينيه الخضار باللحمه او بالكفته، يعني زي ما تسموها بقى. ونبدأ ان احنا بقى ندعك كل الخضار بالصلصة كده بحيث ان الصلصة تبقى موجودة في كل مكان في الصينية. وكمان بالمرة نوزع برضو، نأكد على توزيع كده اللحمة المفرومة او الكفتة على الصينية كلها. زي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا اخليهم متجانسين جدا مع بعض. وبعد كده هنجيب ورقة زبدة، ويكون طبعا الفرن عندي سخن. وفوق ورق الزبدة نحط ورقة ألمونيا كده ونحكم في قفلها وندخلها على الفرن على طول. هتاخد حوالي نص ساعة كده وهنطلعها ان شاء الله قدامكم ونشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده استوت. طبعا عايزة اقول لكم يا ريتكم معايا وتشموا ريحة الصينية، تحفة جدا، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده دي صينيتنا، بصوا كله استوى. طبعا هتعرفي امتى ازاي انها استوت، تحطي بس الشوكة في البطاطساية هتلاقيها نزلت خلاص كده، كله هتحسي هتلاقيه كله استوى مع بعضه. وكان ناقصها بس تكايه ان احنا نحطها تحت الشوايه تاخد اللون الجميل اللي قدامنا ده، وخلاص كده صينيتنا جهزت معانا. عايزه اقول لكم ان انا بعتبرها من النواشف. بصوا ما فيهاش ولا نقطه صلصه، يعني يعتبر الاكله دي نواشف في نواشف. بحب اعمل جنبها بقى رز ابيض. وكان عندي برضو الخيار انا كنت مخليلاه، هنزل لكم ان شاء الله الفيديو قريب بتاعه. عايزه اقول لكم طعمها خطير، تحفه جدا. دي كانت وصفتنا، يا رب تجربوها وتقولي لي ان شاء الله رايكم فيها. واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.